السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة شهيوات مع خديجة. كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا بأتم الصحة. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، وصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم غنتقاسم معكم العصير ديال الخوخ، الفاكهة الموسمية. عصير شبيه ريستو اللي كنصايبو في الدار، والمذاق ديالو كيكون احسن بكثير وكيجينا خاطر واقتصادي وكيطيح لينا بكميه وفيره. غير جربوها البنات، راه غادي ينال الاعجاب ديالكم. وهنا غادي نبداو في الطريقه ديال التحضير ديال العصير ديالنا. هنا خديت واحد الطنجره درت فيها الماء، وخديت هنا واحد 5 د الخزويات اللي كنكونوا غسلناهم مزيان وكنقاوهم من الفوق. وهنا عندي الخوخ. هنا عندي تقريبا واحد نص كيلو ديال الخوخ البنات يكون حاولوا تختاروا الخوخ يكون مزيان، ما يكونش طايب بزاف من الداخل، ويكون اللون ديالو حمر. وهنا غادي نقطعوا خزو ديالنا في الطنجره. يمكن لكم تستعملوا طنجره الضغط، انا هنا استعملت غير واحد القميله. وكنقطعوا خزو ديالنا على دوائر بهذا الشكل هذا. وهنا من بعد ما قطعنا خزو ديالنا غادي نجيو نضيفوا عليه الخوخ. هنا الخوخ الا بغيتو تضيفوه ما تحيدوليش العظم ديالو من الداخل، ضيفوه حتى تبغوا طحنوا عاد كتحيدوا ليه العظم. انا كنحيد ليه العظم في الاول، وكنقشر الخوخ ديالي وكنديروه تنضيفو فوق خزو، وكنديروه على النار يطيب. راه تيطيب واحد 15 دقيقه، راه كيطيب لينا. كنقيسو خزو كنلقاوها راه طاب، ونطفيو عليه. ومن بعد ما كنطفيو عليه كنخليوه حتى تيبرد تماما. عاد كنطحنوا العصير ديالنا. وهنا انا خديت واحد البول رديته فيه. يمكن لكم تطحنوه غير في الطنجره باش ما كنكثروش علينا قوه الغسيل ديال الماعن، غير في الطنجره يمكن لينا نطحنوه. وهنا انا رديته في البول. وهنا غادي نضيف عليه واحد 2 قطع ديال الموز. البنات الموز كيزيد كيخطر لينا العصير ديالنا. اللي ما متوفرش عندها الموز يمكن ليها استغنى عليه، يعني كيعطيه واحد المذاق يا سلام. وكيزيد تيجي لنا العصير ديالنا كيجي خاطر. ب2 قطع ديال الموز اللي غادي نضيفو عليه. وهنا غادي نضيف عليه واحد ياغورت بالمذاق ديال الخوخ. هذا يستحسن ان نضيفو عليه ياغورت حيت كيبدل ليه المذاق ديالو، وكيجي به المذاق ديالو كيجيب النكهه كتعزز لينا المذاق ديال الخوخ بهاد الياغورت اللي كنضيفو ليه. وهنا غادي نضيفو واحد 3 د المعالق ديال السكر حبيبات. الحلويات البنات كتبقى على حسب الذوق. وكنطحنوا الكل. انا طحنته بالميكسور، يمكن لكم طحنوه حتى بالخلاط الكهربائي، وتنطحنوا الكل مزيان حتى تيتزانشوا لينا جميع العناصر. وهنا البنات من بعد ما طحنته مزيان كنتحصل على هذا القوام هذا. شوف البنات كيجي خاسر. وكنجيو هنا باضافه ديال الماء حتى تنتحصل على القوام اللي انا بغيت. وهنايا البنات على حسب الاختوريه نتوما كتحكموا. الا بغيتوا العصير ديالكم يجيكم خاتر ما كنضيفوش الماء بزاف. انا ما كيعجبنيش يجي، تعجبني يكون شويه خاتر، ما كنخفوش بزاف. وهنايا البنات هذا هو القوام علاش كنخلي العصير ديالي كيكون على هذا القوام هذا. غير جربوا يا البنات هاد العصير هذا، راه غادي ينال الاعجاب ديالكم وكيعطينا كميه وفيره وكيجي اقتصادي، وشي حاجه اللي كنصايبو في الدار راه كنعرفوا شنو تصايبنا فيها. وهذا راه عطانا تقريبا، راه عطاني هنا تقريبا شي 3 لتر ديال العصير. وهذا هو الشكل النهائي ديالو يا البنات. راه كيجي شبيه العصير ديال ريستو، كيكون تيجي خاتر. وكنعرفوا شنو درنا فيه، وكنعرفوا شنو كنعطيو لوليداتنا. وهنا هذا هو وقت ديال الخوخ، نستغلوا الفواكه الموسميه ونحضروا منهم العصير ونحضروا منهم لي كيك. وهنا كنكونوا وصلنا الى نهايه الفيديو. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الطريقه ديال العصير. راه الا جربتوه راه غادي ينال الاعجاب ديالكم. خليتكم على خير.